بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج دعوني أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحب بك بالمشاهدين. حياك الله. نذكر متابعينا الأفاضل أننا في صدد استقبال مشاركاتكم وأسئلتكم وفتاويكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. بداية شيخنا، نحن في شهر شعبان، في شهر الخير، ومقبلين على شهر الخيرات والمسرات كلها. دعني بداية أخوض معك في شهر شعبان. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. فما الحكمة هنا من صيام شعبان، ولماذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم صيامه من دونه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وجميع المسلمين. آمين. بالنسبة لموضوع شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه جملة من الأحاديث فيما يتعلق بصيامه عليه الصلاة والسلام، وفي تعليل هذا الصيام ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان. طبعا شهر شعبان نحن ندرك بأنه يقع ما بين رجب المحرم وما بين رمضان المبارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم علل بأن هذا الشهر يغفل عنه كثير من الناس، فالغفلة تحصل لأن الناس يهتمون برجب، وهذا ملاحظ عندنا دائما، تجد الرجبية والحديث عن رجب والإسراء والمعراج والصوم في رجب وهكذا، فتجدهم منشغلين برجب باعتباره شهر محرم وشهر منفرد، ويهتمون كذلك بالاستعداد لرمضان. وهذين الأمرين أو هذين الشهرين الفاضلين يشغلان عن شهر فاضل أيضا وهو شهر شعبان. شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه عن ميزة مهمة جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يرفع الأعمال السنوية للبشر أو لبني آدم أو للناس عموما ولخلقه، ترفع أعمالهم السنوية في شهر شعبان، كما أن هنالك أعمال ترفع في الاثنين والخميس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأنه ترفع أعمال الأسبوع كل اثنين وكل خميس، ولا ترفع أعمال المتخاصمين. نفس العلة نجدها في رفع الأعمال السنوية، رفع الأعمال السنوية، وهو أن رمضان فيه يفرق كل أمر حكيم، وتتنزل الأقدار السنوية لابن آدم، اللي هو في ليلة القدر يحصل فيها تنزل لكل الأقدار، وهنا تتنزل من الصحائف، سواء في اللوح المحفوظ أو في الكتاب الذي في الكتاب الذي عند الله سبحانه وعنده أم الكتاب. نلاحظ بأن الأعمال تخرج إلى عالم آخر، وهو من عوالم الغيب عند الله إلى عوالم الملائكة، فالملائكة يتسلمون الأعمال السنوية لبني آدم، آجالهم وأرزاقهم وأعمارهم وكل ما يعملون يتنزل في هذا اليوم اللي هو الليلة المباركة. فنلاحظ بأن الأعمال تبدأ من رمضان وتنتهي في شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال، سواء قلنا بأنها ترفع في ليلة 15 من شعبان اللي هي ليلة نصف من شعبان، أو ترفع في كل شعبان، على خلاف بين أهل العلم، لكنه شهر ترفع فيه الأعمال السنوية، ترفع فيه الأعمال السنوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه يريد أن يكون في لحظة رفع الأعمال يريد أن يكون صائما
عليه الصلاة والسلام صحيح. أخبر أنه يريد أن يكون صائم، كما أنه يصوم الاثنين والخميس حرصا منه عليه الصلاة والسلام بأن الخميس ترفع فيه الأعمال، والاثنين قال يوم ولدت فيه، الخميس ترفع الأعمال والاثنين يوم قال يوم ولدت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحرص على أن يصوم شعبان لأنه ترفع فيه الأعمال السنوية، يعني كل ما فعله الإنسان يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه لعلها الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان. هنا على كل نشير إلى أن طبعا سيجد كثير من الناس وهم يطلعون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلا كان يصوم شعبان كله أم أنه كان يصوم أكثر شعبان وكله إلا قليلا كما قال بعض العلماء. الصحيح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في رمضان، لكنه في روايات لأمنا عائشة رضي الله عنها تقول بأنه ما يصوم شهر كامل إلا رمضان. فهذه الروايات جمعا بينها جميعا، فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بأنه من كثرة ما يصوم شعبان ظن به بأنه كان يصومه كاملا، لكن عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الناس تفصل عن رمضان أو تفصل بين شعبان وبين رمضان بيوم أو يومين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني يشير إلى أهمية الفصل بين النوافل والفرائض في الصلوات، فالإنسان يفصل بكلام أو يفصل بسلام أو يفصل بحركة أو كذا حتى لا تتصل النافلة مباشرة بالفرض. كذلك هنا يفصل ما بين يوم أو يومين بين شعبان وبين رمضان، وبالتالي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في هذا الشهر المبارك. منهم من علل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صيامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الأسفار سواء في الغزوات أو في كثير من الأسفار، فكانت أحيانا تفوته النوافل الشهرية، يعني مثل الثلاث أيام مثلا 3 ليالي البيض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت أيضا في الصلوات عليه الصلاة والسلام، كان يحرص أن يقضي معظم ما فاته من نوافل الصيام في شعبان، وبالتالي كان شعبان عنده شهر على كل يغطي فيه كل هذه الجوانب. جميل. كيف يجمع الإنسان بين حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان؟ جميل. موضوع الفصل أو موضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الإنسان لا يصل يعني أو لا يصوم بعد منتصف شعبان، أليس كذلك؟ نعم. بعد منتصف شعبان إذا انتصف شعبان فلا تصوم. نعم. هنا على كل الناس فيها قسمان، لأن الجمع يقتضي التصحيح، يعني أنك إذا أردت أن تقول لا بد أن تجمع بين الأدلة يفترض أن تكون الأدلة صحيحة، لأنه لا مكان للجمع بين صحيح وغير صحيح. طيب، هنالك من العلماء من أراح نفسه ورأى أن حديث لا تصوم بعد منتصف شعبان لا يصح لمداره على رجل واحد، والصنف بأنه من الأحاديث الغريبة، وتكلم في هذا الرجل عند الإمام أحمد وعند يحيى بن معين وغيرهم من العلماء الذين يعتبروا سلف فيما يتعلق بعلم الحديث وقواعده. هؤلاء رأوا بأن هذا الحديث لا يصح، يخالف أحاديث قوية وفي نفس الوقت مداره على شخص واحد، وهذا من الأحاديث التي تعم بها البلوى، لا يمكن أن يكون فقط الراوي فيه واحد، فرأوا بأن هذا الحديث لا يصح، وبالتالي استندوا على الروايات التي تقول كان النبي يصوم وبالتالي لا حرج على الناس أن يصوموا. إذن هؤلاء ليسوا بحاجة إلى أن نقول كيف نوفق. هنالك من العلماء الحديث من رأوا لا، أن هذا الحديث صحيح وأن الراوي ثقة، وبالتالي أن يتفرد الثقة بشيء لا يعاب عليه. وعلى كل ردوا على الطرف الأول الذي تكلم في صحة هذا الحديث. يبقى بعد كده هؤلاء المطالبين بمسألة الجمع. طيب كيف تجمعون؟ أنتم صححتم هذا الحديث وصححتم الأحاديث التي قلتم فيها كان النبي يصوم شهرا كاملا، كيف توفقون بين ذلك؟ فقالوا بأن الحديث هذا الحديث يتكلم عن من لم يصم شيئا من 15 الأولى، أراد أن يبدأ بعد بعد 15 الثانية، فهذا ممنوع. لكن لو أنه بدأ مثلا نقول يوم 10 في شعبان ثم واصل بعد ذلك فلا يدخل في هذا النهي. هذه قالوا طريقة إن الحديث يتكلم فقط عن من يريد أن يبدأ بعد المنتصف، فهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال النهي للكراهة وليس للتحريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المنتصف يريد للضعفاء تحديدا ليس الأقوياء، لمن يضعف ولا يقوى على الاستمرار هذه الفترة ما بعد
اللي هو منتصف شعبان ثم يدخل على رمضان ويضعفه ذلك عن صيام رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرصا على أمته وعلى الضعفاء منها قال لا تصوموا بعد إيه؟ بعد المنتصف. لكن من وجد في نفسه قوة ومن وجد إمكانية أن يصوم فلا حرج عليه. إذن هذا نوع من أنواع الجمع. النوع الثالث أيضا قالوا هذا الحديث يشمل فقط ممن ليس عادته، أما من له عادة في أن يصوم مثلا اثنين وخميس أو يصوم الليالي البيض أو يصوم كذا فهذا لا حرج إيه؟ لا حرج عليه، لا حرج عليه. وبالتالي هذه تقريبا التخريجات التي على كل خرج بها من رأى أن هذا الحديث يصح، وبالتالي يمكن الجمع، لأن نقول من كانت عادته الصيام فليصم ومن كان له عليه قضاء فليصم، هذه ما فيها أصلا إشكال. من كان عليه قضاء سابق ويريد أن يصم ما في حرج. لكن بالنسبة لصيام النافلة فإن من أراد أن يصوم ما بعد ال15 يفترض أن يكون له صيام قبلها، فيربط على كل يصل ما بين المنتصف الأول والمنتصف الثاني. جميل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الميزة هذه موجودة فقط في شهر شعبان شيخنا أو موجودة في شهور أخرى، ولماذا هي مختصة بهذا الشهر؟ هو لعل ما ذكرت في موضوع السبب رفع الأعمال في هذا الشهر، وأن الله سبحانه وتعالى كما أنه لا يتقبل أو لا ترفع أعمال المشاحنين في يوم الخميس، كذلك لا ترفع أعمال المشاحنين في شعبان. والمسألة مربوطة على كل بمن أضاع حقوق العباد ومن أضاع حقوق الله سبحانه وتعالى. فهنا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا لمشرك أو مشاحن، فالشرك فيه إضاعة لحقوق الله والمشاحن فيه إضاعة لحقوق العباد. فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله كل الناس في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده إذا حققوا أمره، تخلوا عن الشرك بالله الذي فيه مضيعة لحقوق الله سبحانه وتعالى، وتخلوا عن الشحناء التي فيها جوهر فساد حقوق العباد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصدقة والصيام، وهو طبعا يتكلم عن النوافل. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فالشحناء والبغضاء والكراهية والعداوة منبع لكل الشرور التي تحدث للبشرية. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم جعل جوهر المغفرة للإنسان في شعبان أن يكون ليس مشاحنا ولا بل يتصف بصفة التسامح وصفة المغفرة وصفة العفو وصفة التعالي والتسامي عن الجراحات، وبالتالي هذا في حقوق العباد، ومسألة التوحيد في حقوق الله سبحانه. فهذه الليلة اختصها الله على كل لحكمته، وجعل سواء قلنا شعبان كله أو هذه الليلة هي التي يرفع فيها الأعمال، على كل اختص الله سبحانه وتعالى بذلك لحكمة يعلمها، كما قلنا من قبل وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختص هذه الليلة أو هذا الشهر بأنه شهر ترفع فيه الأعمال السنوية ويتم فيه المغفرة والرضوان لأهل الإيمان والإسلام. ولا يتم هذا في شهر غيره؟ لا يتم ذلك على المستوى السنوي. نعم. لا يتم إلا في شعبان. نعم. في شهر شعبان. نعم. طيب هل ينبغي للمرء شيخنا أن يتخذ شعبان كوسيلة تهيئة لرمضان دون الالتفات لشعبان يعني بذاته؟ أحسن. هي واحدة من القضايا التي علل بها بعض العلماء كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أراد أيضا أن يجعل موضوع التدريب وارد، إنه الإنسان ما يدخل مباشرة في شهر طويل الصيام دون أن تكون له مقدمات وممهدات. فكأنما الصيام في شعبان ممهد للشخص، ولا يكون عليه غريبا ولا يكون عليه يعني جسده يكون متقبل. أخذ فترة مثلا في شعبان وهو يصوم، فإنه يدخل على رمضان وهو متهيئ للصوم وليس غريبا عليه. هذه واحد. أيضا منهم من اعتبره كنوافل الصلوات، هذا الصيام الذي قلنا أن النبي كان يكثره عليه الصلاة والسلام. منهم من جعله كالنوافل القبلية بالنسبة للصلوات، كما أن في الصلوات نوافل قبلية ونوافل بعدية، كذلك في صيام رمضان نوافل قبلية متعلقة بصيام في شعبان ونوافل بعدية كالستة من شوال. وبالتالي جمعنا بين نوافل قبلية في شعبان ونوافل بعدية في شوال، وهذا يكمل بطبيعة الحال النواقص التي تحصل للإنسان في رمضان. وهكذا الفرائض كلها ينظر دائما في الواجبات والفرائض، فإذا نقصت كملت من النوافل. فالإنسان الذي يكثر الصيام النوافل فإن ذلك يساعده في
الميزان عند الله سبحانه وتعالى في تكملة، لأن لا مؤاخذة إلا على الواجبات والمحرمات سلبا أو إيجابا، وتحصل التغطية من النوافل سواء هنا أو هناك، وتحصل كذلك باجتناب المكروهات هنا أو هناك. فعلى كل يمكن للإنسان أن يتخذ من شعبان ممهد لرمضان واستعداد لرمضان، ويمكن أن يعتبر هذا الشهر فيه من الأفضلية ما يستحق أن يقف عنده بصورة أيضا مستقلة، سواء كان ممهد لرمضان أو لم يكن ممهد لرمضان. وفي كل خير. وفي كل خير، نعم. جميل. هل هذه هي الطريقة المثلى أو الأفضل للتعامل مع شهر شعبان؟ يعني قد المرء أو المسلم بشكل عام يعرف كيف يتعامل مع رمضان بالصيام وبالتراويح وبالقيام والتهجد وما إلى ذلك. هل هذه طريقة التهيؤ لاستقبال رمضان في شعبان الطريقة المثلى للتعامل مع شعبان أم لا؟ هو بلا شك يعني يعني تعبر عن أن الإنسان عنده الاستعداد، عنده القابلية، عنده أيضا الفرح برمضان. فهذه كلها على كل طريقة يعني، وفيها لفتة مهمة جدا أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل عنه الناس. فالذي يهيئ نفسه في رمضان وكأنما نقول بأنه خرج من دائرة الغفلة إلى دائرة الحضور الذهني والحضور القلبي والذكر، فهو ذاكر على كل وليس غافلا. فالذين يغفلون عن رمضان فإن ذلك يؤثر عليهم بطبيعة الحال في رمضان، لكن الذين يستحضرون الذكر ويستحضرون عظمة الله ويستحضرون ملء الفراغ في الوقت ملء الأوقات في شهر رمضان في شهر شوال، فإن ذلك يكون أدعى لأن يكون يستثمر رمضان بشكل أفضل. وبالتالي هي على كل الإنسان عليه أن ينظر ما الذي ينفع لقلبه وينفع لعقله وينفع لبدنه فيما يتعلق بالعبادات والقربات في هذا الشهر، وأن نخرج من الغفلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، الغفلة التي تكون للناس بين رمضان وبين رجب. زي ما ذكرت عن رجب فيه كثير من القضايا يستحضرها الناس، ورمضان بطبيعة الحال فيه الكثير. ولذلك كان بعض السلف رضوان الله عليهم يسمي شهر شعبان هذا شهر القراء، لأنهم كانوا يكثرون فيه كذلك قراءة القرآن استعدادا أيضا لرمضان، كأنما والله أعلم اللي هو مراجعة خاصة الحفاظ، مراجعة ما لديهم في شعبان حتى يقبلوا على رمضان وهم يتهيئون للقراءة الذهنية من غير مصحف، سواء في الصلاة التراويح أو كان في التلاوة العادية، بحيث لا يكلفهم ذلك، سواء كانوا والله في المواصلات أو كانوا في مسجد أو كانوا في مكتب. على كل يكونوا في شعبان هيئوا أنفسهم وراجعوا ما لديهم من حفظ بحيث يساعدهم ذلك في رمضان. جميل. تكثر الاحتفالات شيخنا في شعبان كنوع من الفرح لاستقبال قدوم شهر رمضان، ومنهم من يخصص ليلة النصف من شعبان باحتفال، فما الحكم الشرعي في هذا؟ صحيح، على كل إن هي يعني موضوع ليلة النصف من شعبان كثر الحديث حولها، وسبحان الله موضوع اللقط الذي نراه سنويا عندما تأتي ليلة النصف من شعبان، بدل أن تتحول هذه الليلة كما أرادها الله إلى ليلة للتسامح وليلة للتعافي والتصافي، نحولها من خلال الجدل الفقهي إلى ليلة للتشاحن الفكري والمذهبي للأسف الشديد. يعني تجد القائلين بأن والله هذه الليلة فاضلة ويلزم فيها أعمال، وبين من يرى أن هذه الليلة عادية من حيث العبادات، هي صحيح فاضلة من حيث، والمطلوب فيها أن لا يكون الإنسان مشاحنا أخذا بظاهر الحديث، وبين من ضعف أصلا الحديث نفسه ولا يرى لهذه الليلة أي فضل. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من الذين توسطوا في هذا الموضوع ورأى بأن هذه الليلة ثابتة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة، وإن لم نقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه الصلاة والسلام خصوها بعبادة معينة. يعني لم يثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الليلة بعبادة معينة، يعني ما قال لنا والله في هذه الليلة قوموا بكذا، لكنه أرادنا في هذه الليلة أن نتجنب أمرين، اللي هو الإشراك بالله والمشاحنة. طيب، من رأى بأن الأفضلية المطلقة لهذا اليوم يقتضي أن نكتسب فيها ما يمكن أن نكتسبه دون أن ننسب ذلك لأنه مثلا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أننا والله نستفيد من الأيام الفاضلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونستفيد من الساعات الفاضلة كساعة الجمعة، ونستفيد من ساعات عرفة وغيرها من الأيام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فما دام أنه ثبت أفضلية هذا اليوم، فإننا دون أن نشير إلى أن ذلك يثبت عن النبي أو ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول ما دام ثبت أفضلية الزمان فإننا نستثمر هذه الأفضلية. وهؤلاء هم الذين يذهبون إلى إحياء هذه الليلة بالقرآن الكريم، بالصلاة، بكذا.
فعلى كل المسألة شيخ الإسلام يشير إلى أفضليتها وإلى أهميتها وإلى أن بعض السلف كان يحيي فيها، لكن للأسف الشديد طبعا نظرا لأن بعض الناس أدخلوا قضايا البدع أو حاولوا أن يضخموا من هذا اليوم ووضعت فيه كثير من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، البعض أراد أن يوقف كل ذلك فتجده موقفه صلب وفيه نوع من الشدة فيما يتعلق بهذا. فالتوسط جيد، أن هذا اليوم من الأيام الفاضلة، وأن هذا اليوم ترفع فيه الأعمال، وأن على الإنسان أن يستحضر توحيد الله سبحانه وتعالى وأن لا يكون مشاحنا ويصفي علاقته مع الناس، لكن لا يمنعه ذلك بأن يستفيد من هذا الزمان الفاضل بطبيعة الحال. جميل. يغفل كثير من الناس عن فضائل شهر شعبان ويصب كل الأعمال الصالحة في رمضان، ما قولكم في هذا شيخنا؟ هو زي ما ذكرت في البداية، وفي كل خير، لكن خيرية رمضان بلا شك أنها لا تضاهيها شيء، لأن الصيام في رمضان صيام فرض، والتلاوة في رمضان مضاعفة، والإنفاق في رمضان مضاعف، والجود في رمضان مضاعف. هذه رمضان طبعا حالته حالة خاصة، لكن لا يعني ذلك بأن شعبان ليس فاضلا، فلا بد أن يكون الإنسان متوازنا، ما يكون والله طاقتك كلها في شهر فقط واحد وباقي الشهور، لا. جعل الله سبحانه وتعالى هذه النفحات وهذه الفترات كلها فترات يتعرض فيها الإنسان لنفحات الإيمان، يتعرض فيها لعطاءات الله سبحانه وتعالى، يتعرض فيها ما دام أنها فاضلة، وأشار إليها الله سبحانه وتعالى بأنه فيها ترفع الأعمال. يكفي أن الإنسان في شعبان يستحضر بأن أعماله ترفع في هذا الشهر، فمن فاته في باقي السنة من أعمال، من تقصير، من ذنوب، من كذا، عليه أن يستفيد ويستثمر وقت شعبان. وبالتالي نحن نقول لا بد من أن نستفيد من كل الأشهر حتى نكون إن شاء الله من السابقين في هذه الأزمنة. جميل. ما النية في صيام شعبان؟ هل يصومه الإنسان بنية صيام النافلة أو صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، أم أنها بنية مختلفة؟ اللي هي أما أنها بنية مختلفة، أقصد نية صيام شعبان نفسها. من كان متعودا صيام أيام بعينها هذه ينويها كما هي، من كان متعودا صيام الاثنين والخميس هذه ينويها كما هي، ومن كان متعودا الأيام البيض أيضا ينويها كما هي، ثم ما بعد ذلك إذا عليه قضاء بطبيعة الحال سينويه باعتباره فرضا وليس باعتباره نافلة. ولكن باقي الصيام كما رجح ذلك عدد من العلماء فهو نافلة وتطوع، ولكن سبحان الله جعلوا هذا التطوع أفضل من التطوع في رجب، بخلاف ما يشاع عند كثير من الناس. بعض الناس يقول لك بما أن رجب شهر محرم، لكن هنا قالوا بأن النوافل الراتبة المقدمة على الصلوات أفضل مثلا من بقية النوافل التي لا تكون راتبة. فمن نظر إلى الصيام في شعبان بأنه من الرواتب، أقرب إلى الرواتب منها إلى الصيام العادي، فإنه أفضل من بقية الصيام في سائر السنة، النوافل العادية، يعني النوافل اللي هو غير محددة. نعم. يعني يكسب الإنسان على كل هذه المسألة بهذه النية، فيعدد النية، من كانت رواتب يجعلها رواتب، من كانت محددة بأعمال معينة يجعلها هكذا، ومن كانت مطلقة أيضا يستحضر فيها أنها كما ذكرت راتبة فوق النوافل العادية. جميل. كلمة قبل الفاصل شيخنا بما يخص شهر شعبان. على كل شهر شعبان ما بقي منه قليل حقيقة، يعني الأيام التي بقيت من شهر شعبان قليلة، والإنسان عليه في هذه الفترة أن يتهيأ وليدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا أن يدرك هذا الشهر. لا ندري من الناس سيدرك رمضان ومن من الناس لن يدرك رمضان، فكثير من هم اليوم على ساحة الحياة قد لا يكون يكتب الله لهم الأعمار. فأول يسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان، ونسأل الله من هذا المنبر أن يبلغنا رمضان ويبلغ عموم المسلمين شهر رمضان، وأن نستعد له بما ينبغي، الاستعداد الروحي والاستعداد النفسي والاستعداد أيضا البرامجي، حتى نستطيع إن شاء الله أن نقبل على رمضان بشكل جيد. شكرا لكم شيخنا. متابعينا ومشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. عدنا لكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان بعد هذا الفاصل القصير، ونذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. نعود إذن لرمضان شيخنا الفاضل. بداية، ما هي مقاصد رمضان وما الحكمة منه؟ طيب، موضوع المقاصد لها علاقة عموما بمسألة مهمة جدا، وهو شرع الله سبحانه وتعالى، وكونه ما شرعه لحكمة، وشرعه لمصلحة، وشرعه لغاية. فالله سبحانه وتعالى ابتداء يشير إلى أن قضية الوجود كله ما خلقنا عبثا ولا أتى بنا إلى هذا الوجود من غير حكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فغائية الأحكام مسألة منصوص عليها في كثير من الأحيان، يعبر عنها بقوله بلام التعليل، وأحيانا بلعلكم. فتلاحظ بأن مسألة الغايات على كل مسألة أساسية. حتى كثير من الفلاسفة والمتكلمين الذين أرادوا أن ينفوا التعليل عن الأحكام سيجدون الصعوبة في رد هذه النصوص. فالله سبحانه وتعالى مثلا إجمالا ستلاحظ بأن كل الأحكام الشرعية غايتها التعبد كلها بمجملها، لو اعتبرنا مع الأحكام أن الأحكام كلها تعبدية بكليتها، يعني شرع الله سبحانه المقصود منه في النهاية أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى، هذه الغاية الكبرى. ستلاحظ أيضا لما نقسم هذه المسألة، مسألة الأحكام الشرعية إلى معاملات وإلى عبادات، سنلاحظ أيضا بأن العبادات لها غاية ولها مقصد، وإلى المعاملات أيضا لها غاية ولها مقصد. فكل الشعائر التعبدية ترمي نحو مقصد التعبد، مقصد القرب إلى الله، مقصد ذكر الله، مقصد استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، الارتقاء الروحي، كما يمكن أن نقول الارتقاء الروحي والنفسي لهذا الإنسان. هذه على مستوى التعبد. ستلاحظ أن المعاملات مثلا ترمي بكليتها إلى تحقيق مصالح الخلق، البيوع والشراء والزواج والنكاح وكذا،
كل أحكام المعاملات ترمي إلى تحقيق ما نسميه بعلم العمران أو تحقيق العمران البشري على وجه هذه الأرض وتحقيق الاستخلاف لهذا الإنسان. فلما نأتي إلى الصيام، أين يندرج معنى الصيام؟ سنجد أنه يندرج في باب المعاملات، باب العبادات. لما نجد تفتح كتب الفقه ستلاحظ بأن عندما يتكلمون عن أبواب العبادات بعد لا إله إلا الله طبعا اللي هي الركن الأسمى والأعظم في أركان الإسلام، يبدأ بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. تلاحظ أبواب العبادات هذه الأبواب الأربعة، وقد تضاف إليها بعض الأبواب، لكن هذه الأساسية فيه. فباب الصيام باب تعبدي، باب تعبدي، بمعنى الإنسان من عبادته مقصود شيء غير قصة إنك تمتنع عن الطعام والشراب. فيبقى السؤال، ما هي المقاصد التي أشار إليها الشارع أو استنبطها العلماء من آيات الصيام وأحاديث الصيام، بحيث تكون والله تشكل لنا منظومة المقاصد والحكم والغايات التي يفترض كل من يصوم يستحضر هذه المسألة. أعظم شيء وربما يستحضره كثير من الناس لأن الآية فيه واضحة هو تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فسنلاحظ أعظم ما ينبغي أن تؤدي إليه عملية الامتناع عن الطعام والشراب تقوى الله. يبقى بعد كده الناس ما هي تقوى الله، لأنه في النهاية إذا لم تستطع أن تتعرف على المعاني الشرعية لا تستطيع الوصول إليها بطبيعة الحال. فأنت الآن بتقول والله أنا مطالب بالصيام. طيب إيش الصيام؟ والله نقول لك الصيام والامتناع عن الطعام والشراب والجماع من لحظة معينة إلى لحظة أخرى، من الفجر إلى المغيب. في هذه الفترة امتنعت. هذا الامتناع ظاهريا هو تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى بأن تصوم. طيب ماذا يريد الله منك من هذا الامتناع؟ يريد منك غاية كبيرة جدا وهو تقوى الله. طيب ما هي تقوى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ تقوى الله سبحانه وتعالى ستلاحظ بأنها الامتناع عن حدود الله المحرمة والالتزام بالواجبات المشروعة بحسب الإمكان. فلما مثلا تجد في سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى تناول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قال في نهايتها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أولها إيش؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه المحرمات اجتنابها هو تقوى الله، اجتناب الإشراك بالله، اجتناب قتل النفس البشرية، اجتناب عقوق الوالدين، اجتناب الفواحش، اجتناب المظالم المتعلقة بالمكاييل والموازين، اجتناب عدم الوفاء بالعهود والمواثيق. كل هذه في النهاية جملتها مع بعضها البعض تؤخذ جملة وليس فرادى، وأن هذا صراطي مستقيما. هذه أنا عموما أسميها تقوى الإسلام، الحد الأدنى لما يمكن أن نطلق عليه تقوى الإسلام، لأن التقوى في القرآن الكريم سنلاحظ بأنها مستويات: تقوى الإسلام وتقوى الإيمان وتقوى الإحسان. فلو تعاملنا مع هذه بمعنى الحد الأدنى لأن يسمى فيه الإنسان متقيا مستحق للجنة في حدها الأدنى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا لا يدخلها إلا من حقق هذه الأشياء. فإذا نحن في رمضان إذا استطاع الإنسان أن يحقق العادي، الشخص العادي طبعا، الشخص العادي اللي والله عنده ذنوب عنده معاصي، إذا حقق لنا إنه والله ما شاء الله التزم الواجبات المفروضة عليه واجتنب المحرمات المفروض التي نهي عنها، فإنه قد حقق المقصود الأول. لو خرج والله وهو في رمضان خرج من هذا الصيام وهو لا زال يأكل أموال اليتامى، لا زال يرتكب الفواحش، لا زال لا علاقة له بالمكاييل والموازين القسط فيها، في بيوعه ليس ملتزما، في وفائه بالعهود ليس ملتزما، فإنه خالف تقوى الإسلام، وبالتالي صيامه لم يؤثر. يعني أنا عشان أعرف إنه والله فعلا هل هذا الصيام حقق عندي مراد الله سبحانه وتعالى أو لم يحقق، أنت تراها بعد ذلك في هذه الحيثية اللي ما نسميه نحن بالوصايا. كان في السابق يعرف في الكتب السابقة بالوصايا العشر. نحن عندنا انتقلت من مستوى الوصايا إلى مستوى المحرمات، ارتقت درجة، وبالتالي هذه قيم أساسية لا بد من أن يخرج بها الإنسان في هذا الشهر المبارك. هذه واحدة على كل مما يتعلق بموضوع المقصد الأول. هنالك مقصد آخر
أيضا من المقاصد التي، وهنا أنا عشان ما أبعد من آيات الصيام، ستلاحظ أن ما أشير إليه ستجده في الآيات نفسها، من قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى الآيات التي فيها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، في النهاية أيضا تتقون. هذه المساحة فيها مقصد التقوى، وفيها مقصد الشكر، وفيها مقصد الرشد، وفيها مقصد اليسر والتيسير، وفيها مقصد المراقبة لله سبحانه وتعالى، وفيها كذلك مقصد الصبر. هذه باختصار يعني، وفيها مقصد الدعاء. لاحظ الآن هذه كلها يعني حقيقة لو أردنا أن نتكلم في كل واحدة من هذه المقاصد وهذه الغايات الكبيرة التي يجب أن يلتزم بها الإنسان ويخرج من رمضان وهو فعلا قد رزقه الله سبحانه وتعالى تقوى في حدها الأدنى كما أشرت، ورزقه الله سبحانه وتعالى شكرا. الشكر يوين في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر، هذه مقصد لحالها، ولا يريد بكم العسر. ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال في نهايته قال لعلكم تشكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تشكرون. طيب، فالله سبحانه وتعالى جعل من ضمن المقاصد الأساسية في الصيام هنا في الآية هذه مقصدين. مقصد التيسير، لأن بعض الناس قد يأتيه شعور بأن والله يا أخي هذا الصيام فيه عسر على الناس وفيه تعب وفيه مشقة وفيه كذا فيه. هنا سيأتيك الأحكام المتعلقة بالرخص لمن يحصل له مشقة، فالمسافر رخص له، والمريض رخص له، والحائض رخص لها، والنفساء رخص لها، والمرضع رخص لها، والحامل رخص لها. إذن هذه كلها الله عز وجل يبين لك بأنه والله يا أخي اللحظة التي فرضنا فيها الصيام لكن هنالك مساحات من التيسير، أن الله لا يريد بعباده العسر بقدر ما يريد بهم اليسر. أو هذه الأحكام التي ظاهرها المشقة في نظركم ستؤدي إلى تطهير نفوسكم، ولكن أيضا مصحوبة بجملة من الأحكام التي فيها التيسير. إذن هنا في التيسير وفي الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى. لما قسم العلماء مثلا كل الأحكام الشرعية قالوا والله الأحكام الشرعية سنلاحظ بأنها إما شكر وإما صبر. أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فما بين الصبر والشكر. إذن واحدة من المقاصد الأساسية أن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى. لاحظ لماذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى الشكر في هذا المكان؟ لأن كثير من الناس سبحان الله لا يلتفت إلى ما فيه من النعم من مأكل ومشرب وملبس وراحة واطمئنان، وما يتعرض له الفقراء وما يتعرض له المساكين وما يتعرض له المحرومين، إلا في 10 ساعات أو 9 ساعات أو 12 ساعة اللي الواحد يتعرض فيها للعطش، يتعرض فيها للجوع، يتعرض فيها للامتناع عن ملذاته. فهنا يبدأ الإنسان سبحان الله يدرك بأن هذه النعم التي رزقه الله سبحانه وتعالى إياها لم تكن عادية، فتستحق هذه النعم شكر الله سبحانه وتعالى. أيضا يلاحظ بأنه والله لو لم يكن هو ممن آتاه الله الصحة كغيره مثلا من المرضى الذين حرموا من الصيام فإنه يستحق ذلك الشكر. فعلى كل موضوع الشكر أيضا بوابته واسعة، والشكر دائما أيضا مقرون بالصبر، لأن الذي يصوم يحتاج إلى صبر. صبر عن ماذا؟ صبر عن ما يحب. أنت تحب الماء وأنت تحب الأكل والناس يحبون النساء المتزوجين مثلا، وهكذا. فأنت محتاج إلى صبر في الامتناع عن كل ما نهاك الله عنه. فهذه السمة إذا خرج بها الإنسان نهاية رمضان يفترض يكون أخذ كورس كامل في مسألة مسألة الصبر. فأنت تدربت على الامتناع عن الشهوات، الامتناع عن الرغبات. ليس كل ما تطلبه منك النفس تجاريها فيه، لا، أحيانا تقول لها لا وتمتنع. أيضا من الأشياء المهمة جدا، حتى إن شاء الله لا أطيل هي جزئية حقيقة تستحق فعلا الكثير من الحديث، موضوع المراقبة. الصوم أعظم ما يمكن أن يراقب الإنسان فيه ربه هو هذا الصيام. فأنت لا أحد يراقبك إلا الله. أنت لو أردت أن تشرب في الخفاء يمكن أن تشرب، وإذا أردت أن تأكل في الخفاء يمكن أن تأكل. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال الصوم لي وأنا وأنا أجزي به. والصوم أيضا في باب الصبر، يعني أنا يمكن نسيت ذلك. الصوم من حيث الاندراج
يندرج في أبواب الصبر، والصلاة تندرج في أبواب الذكر، أقم الصلاة لذكري. ولكن الصيام يندرج في باب الصبر، فهذه صفة مهمة جدا بالنسبة للصائمين. أيضا الصيام يحقق الرشد ويخرج الإنسان من دائرة السفه. السفه في أن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، هذا السفيه، لا يتحكم في شهواته ولا يتحكم في رغباته ولا يتحكم في أمواله. ولكن الصائم يتعلم من الصيام كيف يحقق الرشد. الرشد بمعنى أنه والله تقول للنفس قفي حيثما تريد أن توقفها، يكبح جماحها، يكبح الجماح. نعم. فالراشد هو من يكبح جماح نفسه ويحقق هذا الرشد. والرشد طبعا منزلة كبيرة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشد. هي منزلة على كل كبيرة، كبيرة جدا منزلة الرشد، لكن تتحقق أيضا ضمن هذه الغايات. أيضا أختم بشيء أخير، وهو أن الصيام من مقاصده الدعاء. لاحظ لماذا وضعت هذه الآية في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول لك والله في شهر رمضان اغتنم الدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى، يعني لا تستكثر شيء، يعني اعتبر أن كل شيء تريده لنفسك ولمن تحب تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك من خلال الدعاء. وهذا الدعاء بطبيعته مع ما سبق يؤدي لعلكم ترشدون. جميل. ماذا عن التيسير أو اليسر كما ذكرتم شيخنا من مقاصد الصيام؟ موضوع التيسير حقيقة يعني من الأشياء اللي كثير من الناس للأسف الشديد يغفلون عنها. الله سبحانه وتعالى يعني شرع كل الأحكام، وواحدة من مقاصده الكبرى رفع الحرج، يعني الشريعة من أولها إلى آخرها مرفوع عنها الحرج. والقاعدة من القواعد الخمسة الكبرى التي نص عليها العلماء، قواعد الفقه الكلية: المشقة تجلب التيسير، فحيثما وجدت مشقة وحرج على الناس فالشريعة توسع لهم، شريعة توسع لهم. فهنا أنا ذكرت مجموعة من النماذج فيها التيسير. المريض يسر الله له أن يفطر ويقضي مرة أخرى. الكبير الذي لا يستطيع الصيام أيضا يجوز له أن يفطر ويبدأ بعد ذلك في دفع الفدية، فجعل العاجز الكبير الذي لا، وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يستطيعون القضاء. يعني المريض مثلا حالتين: مريض قابل للشفاء يصبر حتى يتعافى ثم يصوم، ومريض آخر غير قابل للشفاء ومرضه مرض مستمر، فهذا عليه الفدية. هذا تيسير، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد لك البدائل في كل الأحوال، وهذا تيسير للشريعة. المسافر أيا كان هذا السفر، سفر ما دام أنه سفر قصر، سواء كان سفر مريح ولا سفر متعب، المهم الله سبحانه وتعالى جعل السفر مظنة مظنة التعب ومظنة المشقة، فجعل أقام السفر كحكم مقام المشقة التي هي العلة الأساسية التي يكون لها الإفطار. الحامل مظنة للتعب ومظنة للإرهاق ومظنة أيضا التأثير على الجنين، أيضا أباح الله سبحانه وتعالى لها أن تفطر. المرأة المرضع أيضا سواء خافت على نفسها أو خافت على جنينها أيضا يجوز لها أن تفطر. هذه كلها سبحان الله، هذه الأحكام بمجملها تعطينا مسألة مهمة جدا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وتؤكد لنا قاعدة المشقة تجلب التيسير. جميل. شيخنا، هل هنالك مراتب للصوم مثل صوم العموم وصوم الخصوص وما إلى ذلك؟ هو على كل الأعمال مراتب، الصلاة مراتب، والصيام مراتب، والتوبة مراتب، والاستغفار مراتب، والذكر أيضا مراتب. فهنالك مثلا من يذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه، وهنالك من يذكر الله بقلبه فقط، وهنالك من يذكر الله بلسانه وقلبه غير حاضر، وهكذا. فالناس على كل مراتب. كذلك الصيام، هنالك من يستطيع أن يصوم صوما شكليا، يبدأ مع الناس يمتنع عن الأكل والشراب ويفطر مع الناس ولكنه يفتقد إلى جوهر الصيام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في رمضان أنت صائم، إذا لم يمنعك هذا الصوم من شهادة الزور ومن قول الزور فإن الله ليس بحاجة إلى طعام، إلى أن تمتنع عن الأكل والشراب. فلاحظ هنالك من الناس من ما شاء الله في رمضان ينطلق في الواجبات وترك المحرمات والسباق في النوافل والدخول إلى عوالم الإحسان والدخول إلى تقوى الإيمان وتقوى الإحسان، وهذه طبعا
لحالها ما شاء الله، الدخول في ما بعد الواجبات وترك المكروهات وترك ما به بأس خوفا من أن يقع فيما له بأس. فالإنسان في رمضان الناس درجات، لكن الحد الأدنى الذي يفترض أن يكون والله كل المسلمين يشتركون فيه تقوى الإسلام، وهو ترك المحرمات والتزام الواجبات. يعني لا تضيع في رمضان واجب من الواجبات ولا ترتكب محرم من المحرمات التي تحدثنا عنها. قضية إنه والله بعد السباق في النوافل، السباق في مجالات الإحسان، هذه بطبيعة الحال الناس فيها منهم من يتحرك كالبرق، ومنهم من يتحرك ومنهم من يحبو يحبو حبوا. ولذلك سبحان الله حتى في التوبة، من الناس من يتوب توبة الخواص، ومن الناس من يتوب توبة أهل المعاصي. توبة أهل المعاصي في أن يتوب بعد ذنب، وتوبة الخواص في أن يكون مستمرا مجددا للتوبة عما فعله من طاعات خوفا من أن لا يقبلها الله. فلما جاءت في سورة التوبة يا أيها النبي، خاطب الله سبحانه نبيه وأصحابه بأن يتوبوا، هذه توبة الخواص ليست توبة أهل المعاصي. خاطبهم وهي خلاص الشريعة تكتمل وهم إلى الكمال والتمام ما شاء الله الشرعي، ومع ذلك الله خاطبهم بأن يتوبوا. فهذا النوع من التوبة كما يقول ابن القيم ليست توبة أهل المعاصي. والصحابة رضوان الله عليهم تدرجوا في الطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم تدرج بلا شك حتى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن هذه توبة الخواص. فنحن أيضا واستغفار الخواص ليس كاستغفار العوام. استغفار الخواص يكون بعد الطاعات، فإذا صليت تستغفر الله، وإذا زكيت تستغفر الله، وإذا صمت رمضان تستغفر الله، لما وإذا حجيت تستغفر الله، ثم إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله واستغفروا الله. فكل ذلك توبة الخواص أو استغفار الخواص أو صلاة الخواص هي أنها تختلف بطبيعة الحال عن في جوهرها. هنا لا أتكلم عن شكلها، الشكل واحد في الأحكام، الكل ما شاء الله يؤدي نفس الصلاة يؤدي نفس الصيام، لكن تبقى بعد ذلك عملية السباق في استحضار القلب وفي التأثير على النفس وفي التحقيق للغاية وفي التحقيق للمقصد. هذه بلا شك الناس فيها درجات. جميل. إذن المراتب مرتبطة بالأعمال نعم. خصوصا الأمور مع ذلك. نعم، مرتبط بما تحققه من مقاصد. جميل. يعني مثلا من الناس من صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ومن الناس من لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، مع أنهم كلهم صلوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث يدخل جميعا في الصلاة ويكبرون، فمنهم قال من يخرج بنصفها، ومنهم من يخرج بربعها، ومن يخرج بثمنها، ومن يقبل وهكذا. ومن الناس ما شاء الله من تقبل صلاته كاملة. جميل. ما المقصود بقول الزور والعمل به شيخ؟ قول الزور هنا على كل، إما أن الإنسان يشهد شهادة الزور، وإما أنه يعني يقوم بأعمال كحضور مثلا كحضور المعاصي وحضور المجالس التي ليس فيها طاعة لله سبحانه وتعالى، أو فيها ذكر للباطل، أو فيها الأغاني الماجنة أو المحرمات. هذه منهم من يعتبرها من أقوال الزور، ومنهم من يعتبر يعني عندنا قول الزور وشهادة الزور، وكلا الأمرين وارد. قول الزور كل الأقوال الباطلة تدخل في أقوال الزور. الإعلامي الذي لا ينقل الخبر صادقا يدخل في قول الزور، السياسي الذي يضلل الناس يدخل في قول الزور، العالم الذي يفتي بغير ما أنزل الله أو بغير علم يدخل في قول الزور، يعني يقول على الله بغير علم يدخل في قول الزور. والحالة الثانية شهادة الزور. شهادة الزور غالبا في الشهادات المتعلقة بالمحاكم أو المتعلقة بالشهادات المختلفة. ففي كلا الحالين مطالب الإنسان أن يكون قائما بالقسط في شهاداته وفي أقواله. في أقواله ألا يقول إلا بعلم، وفي شهاداته ألا يقول أيضا إلا بحق. ماذا عن الأغاني في نهار رمضان؟ هل تعتبر من العمل بالزور؟ على الأغاني التي تتعلق بالأغاني الباطلة، لأن الأغاني كما ذكرنا قبل هذا في أكثر من موطن بأنها أقوال. نعم. أقوال يعني هي عبارة عن شاعر يقول قصيدة، قد تكون الأقوال فيها جميلة وطيبة يكون فيها الإنسان مأجورا، وقد تكون ليست كذلك فيكون فيها الإنسان مأزورا، يعني يكون الإنسان ارتكب. فهذا النوع من الأغاني الماجنة خاصة المصحوبة بالإثارات والمصحوبة كذلك بالباطل المستمر سواء كان مدحا أو قدحا، فهذا بلا شك يدخل في قول الزور. نعم. بمعانيها بمعانيها. نعم. نعم بمعانيها وبما يصاحبها كذلك. إذا كان بعض الناس والعياذ بالله مثلا يعني يصاحبها المشاهدات الخليعة بعض الأغنيات. نعم. وكثيرا ما تكون موجودة هذه، فهذه على كل تدخل أيضا في قول الزور وتدخل في مشاهدات الزور. نعم. شكرا لكم شيخنا. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في كل مكان. نجدد الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. شاكرين. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا.
رمضان على الأبواب، ترقبونا في حلقات قادمة وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.